أشرف حكيمي يتعرض لحملة لإبعاده عن سباق الكرة الذهبية، ومن هو الفريق التركي الذي يريد خدمات اللاعب براهيم دياز؟ وما سبب شجار النصير مع زميله؟ وهل زياش سيعود إلى أياكس الهولندي؟ وما مصير بلال الخنوس الغامد قبل انتهاء الميركاتو الصيفي؟ والقجع يحضر اتفاقية مهمة لنادي الرجاء البيضاوي. إذن قائد منتخبنا المغربي أشرف حكيمي يتعرض لحملة شرسة من الصحافة الفرنسية لإبعاده عن سباق الكرة الذهبية، رغم أنه قدم موسما تاريخيا مع فريقه باريس سان جيرمان. وكأن هذا ليس كافيا، خرجت صحيفة ليكيب الفرنسية بمقال مثير تحذر فيه من خطر تشتت الأصوات في سباق الكرة الذهبية. الصحيفة لم تخفي قلقها، حيث أشارت إلى أن عثمان ديمبلي قد يواجه نفس المصير الذي تعرض له غيره في السابق، حيث تشتتت الأصوات بين العديد من الأسماء اللامعة في الفريق، وعلى رأسهم الآن أشرف حكيمي وفيتينيا. وقد كانت هذه الظاهرة قاتلة بالنسبة للبرازيلي فينيسيوس العام الماضي، حيث أدى تشتت الأصوات إلى إبعاده عن الجائزة في النهاية. وخرجت صحيفة لو باريزيان أيضا بتقرير ناري مؤكدة أن عثمان ديمبلي مرشح بقوة للفوز بالكرة الذهبية، ولكنها حذرت بشكل قاطع من خطر تشتت الأصوات. وعنونت الصحيفة في مقالها: بعد الأداء الرائع ضد ريال مدريد في كأس العالم للأندية، يقترب المهاجم الفرنسي بسرعة من التتويج بالكرة الذهبية، ولكن في ظل التشكيلة باريس سان جيرمان المتماسكة، فإن خطر تشتت الأصوات بين العديد من اللاعبين اللامعين في الفريق أصبح أمرا لا مفر منه. وها هو أشرف حكيمي وغيرهم من النجوم في الفريق قد يتحولون إلى تهديد حقيقي لفرص ديمبلي في الفوز بالجائزة. في تصريحات مثيرة لرئيس باريس سان جيرمان ناصر الخليفي عبر قناة TNT Sports UK، قال بوضوح: إذا لم يفز عثمان ديمبلي بالكرة الذهبية فهناك مشكلة. بالنظر إلى الموسم الرائع الذي قدمه، لا شك أنه سيفوز بها، لقد قدم كل شيء. ولكن ومن المفارقات المثيرة أن الخليفي لم يذكر اسم أشرف حكيمي على الإطلاق في تصريحاته، وهو ما يكشف عن الضغط الكبير الذي يتعرض له لاعبنا المغربي من وسائل الإعلام الباريسية والفرنسية لإبعاده عن سباق الكرة الذهبية. فحكيمي الذي يعتبر المنافس المباشر لديمبلي يواجه تحديا صعبا وسط هذه الحملات الإعلامية التي قد تؤثر على فرصه في الفوز بالجائزة. إذن في ظل هذه الأجواء المشحونة، نتمنى نحن المغاربة أن يتم إنصاف لاعبنا أشرف حكيمي، وأن يتحرك الإعلام المغربي بقوة ليرتقي بسمه في هذا السباق الكبير. يجب أن نشعر قائد منتخبنا أن الدعم حقيقي وموجود في كل زاوية، وأنه ليس وحده في هذا التحدي. فلنرفع جميعا أصواتنا ونظهر للعالم أن أشرف هو أحد أبرز الأبطال في كرة القدم العالمية، ونحن دائما خلفه ندعمه ونفخر به. أشارت الصحف الإسبانية إلى أن براهيم دياز يلقى اهتماما متزايدا من فنربخشة التركي، حيث بدأت جماهير الفريق في تركيا حملة واسعة لدعوة اللاعب للانضمام إلى صفوفهم. الحملة تظهر رغبة قوية في رؤية دياز بقميص الفريق، مما جعلها محط اهتمام في الصحف الإسبانية. ورغم هذا الاهتمام الكبير من فنربخشة، أكدت الصحيفة أن دياز يظل مركزا في تقديم أفضل مستوى مع ريال مدريد، ولا يبدو أنه يفكر في الانتقال في الوقت الحالي. النادي الإسباني يعتبر اللاعب جزءا من خططه المستقبلية. من جانب آخر، صحيفة فناتيك التركية كشفت عن أن فنربخشة أبدأ اهتماما قويا بضم دياز، حيث أكد بعض المصادر المقربة من النادي أن هناك محادثات مستمرة مع ريال مدريد. وفقا لهذه الصحيفة، يعتقد فنربخشة أن براهيم سيكون إضافة قوية للفريق، ويخططون لتقديم عرض رسمي. كما ذكرت صحيفة هاريت التركية أن مدرب فنربخشة جوزيه مورينيو أبدى رغبة كبيرة في ضم اللاعب، مشيرا إلى إمكانياته الهجومية الكبيرة، وأنه سيكون عنصرا مؤثرا في تعزيز صفوف الفريق. أما الصحف المغربية فقد أكدت على أن براهيم دياز يركز حاليا على تطوير أدائه مع ريال مدريد، حيث يبدو أن اللاعب ملتزم بالبقاء في الفريق الإسباني ولم يتخذ قرارا بالرحيل حتى الآن. وتؤكد هذه الصحف أن دياز يسعى للاستمرار في تحدياته مع النادي الإسباني في الموسم المقبل. المحللون الرياضيون أكدوا أن اهتمام فنربخشة بهذا اللاعب الشاب ليس مفاجئا بالنظر إلى أدائه المميز مع ريال مدريد، إلا أن الرغبة في ضم اللاعب ستكون تحديا كبيرا أمام فنربخشة، خاصة مع رغبة ريال مدريد في الحفاظ عليه كجزء من مشروعه. إذن يبدو أن براهيم دياز يعيش مرحلة مفصلية في مسيرته وسط اهتمام كبير من فنربخشة،
بينما ريال مدريد يسعى للحفاظ عليه. يبقى السؤال: هل سيغادر دياز الفريق الإسباني في نهاية المطاف؟ مورينيو يتدخل بعد شجار النصيري وفريد في المباراة الودية ضد لاتسيو. في مباراة ودية قوية جمعت فريق فنربخشة التركي بنظيره لاتسيو الإيطالي، اندلع شجار قوي بين الدولي المغربي يوسف النصيري وزميله البرازيلي فريد، وهو ما أثار توترا داخل صفوف الفريق التركي. هذه الحادثة جعل جوزيه مورينيو يتدخل بشكل سريع بعد المباراة لتهدئة الأوضاع. بدأ التوتر عندما طلب النصيري من فريد التمرير أكثر في إحدى الهجمات، ليأتي رد فريد بشكل حاد، مما أدى إلى تبادل كلمات قوية بين اللاعبين. ومع تصاعد الموقف داخل الملعب تدخل اللاعب سفيان أمرابط لفض الاشتباك بين اللاعبين. بعد المباراة أكد موقع 365 سكورز أن مورينيو كان غاضبا من الحادثة، وعقد اجتماعا طارئا مع النصيري وفريد داخل غرفة الملابس، حيث وجه لهما توبيخا صارما مطالبا بضرورة الحفاظ على الانضباط والانسجام داخل الفريق. المدرب البرتغالي أكد في حديثه مع اللاعبين أن روح الفريق والتركيز على الأهداف المشتركة هي أساس النجاح قبل بداية الموسم. وتناولت صحيفة هيسبورت الحادثة بشكل تفصيلي، مشيرة إلى أن مورينيو قلق من تأثير مثل هذه النزاعات على الأجواء العامة داخل الفريق، خاصة في بداية موسم جديد يتطلب تنسيقا أكبر بين اللاعبين لتحقيق أهداف النادي التركي. من جانب آخر، فنربخشة أتم استعداداته للموسم الجديد بمعسكرات تدريبية مكثفة، إلا أن هذه الحادثة ألقت بظلالها على الفريق، إذ يبقى على مورينيو أن يعيد الانضباط والتركيز للاعبين لضمان أن أي توتر لا يؤثر سلبا على أداء الفريق. في تطور مثير، حسم نادي أياكس الهولندي موقفه النهائي من النجم المغربي حكيم زياش، مؤكدا أنه خارج حسابات الفريق للموسم القادم رغم ظهوره مؤخرا في تدريبات خاصة بأمستردام تحت إشراف طاقم فني تابع للنادي. شبكة فوتبال نيوز الهولندية أوضحت أن أياكس أغلق تماما ملف عودة زياش، وأكد أن تركيزه الحالي منصب على تعزيز الدفاع بعد إتمام التعاقدات في الخط الهجومي، رغم احترامه لمسيرة زياش وتألقه الكبير سابقا مع الفريق. وحسب موقع FC Update فإن زياش ظهر فعليا قبل أيام في تدريبات منفردة بالعاصمة الهولندية، وذلك للحفاظ على لياقته البدنية، حيث أشرف عليه المدرب البدني ديف لويسون العامل ضمن أكاديمية أياكس والمنتخبات الهولندية. في المقابل، أكدت مصادر إعلامية مثل فوتبال بريمير وسوكر نيوز أن حكيم زياش لا يملك حاليا أي عرض رسمي، لكنه عرض خدماته على أندية في الدوري الإيطالي دون أي نتائج ملموسة حتى الآن. اللاعب المغربي لا يزال حرا بعد فسخ عقده مع الدحيل القطري، ويأمل في خوض تجربة أوروبية جديدة هذا الصيف، وسط اهتمام خجول من أندية تركية وبعض الفرق في الدوري الإيطالي، لكن دون تقدم رسمي حتى اللحظة. وبذلك تغلق رسميا صفحة عودة زياش إلى يوهان كرويف أرينا، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من تطورات في مستقبل اللاعب المغربي الذي ما زال يبحث عن تحد جديد يليق بإمكاناته. يبدو أن بلال الخنوس نجم المنتخب المغربي ونادي ليستر سيتي يعيش واحدة من أكثر الفترات سخونة في مسيرته الكروية بعدما أصبح حديث الساعة في أوروبا. فمع اقتراب نهاية الميركاتو الصيفي بدأت العروض تنهال عليه من كل الاتجاهات. صحيفة 4442 البريطانية كشفت أن نادي توتنهام دخل رسميا سباق التوقيع مع الخنوس، ويرغب في حسم الصفقة قبل بداية الدوري. الفريق اللندني يرى في بلال أحد أبرز اللاعبين في أوروبا حالياً، خصوصاً بعد موسمه المميز رغم هبوط ليستر إلى الشامبيونشيب. وفي خبر حصري كشفه الصحفي الموثوق سانتي أونا، فقد جرى اجتماع سري يوم أمس بين ممثلي بلال الخنوس ومسؤولي نادي ليدز يونايتد، حيث أبلغ النادي الإنجليزي اللاعب بشكل مباشر برغبته في تفعيل الشرط الجزائي البالغ 24.5 مليون جنيه استرليني، شرط متاح حتى 15 غشت المقبل. وأضاف أونا أنه لا وجود لأي عرض رسمي حتى الآن من كريستال بالاس أو لايبزيغ، عكس ما أشيع في الأيام الماضية. أما موقع توك سبورت فقد أكد أن عقد الخنوس
يتضمن فعلا بندا يسمح له بالرحيل مقابل هذا الشرط، وهو ما جذب أيضا أندية أخرى. أما صحيفة إكسبريس تي في المغربية وصفت ما يحدث بأنه سباق مجنون على بلال، وأكدت أن أندية أوروبية بارزة دخلت على الخط مثل موناكو، فالنسيا، لايبزيغ أيضا. ومع ضغط الميركاتو واهتمام أندية أوروبية من الصف الأول، بدأت الصحف المغربية تطرح التساؤل: هل سيواصل بلال مشواره في إنجلترا أم سيختار تحديا جديدا في دوري آخر؟ الشيء المؤكد هو أن بلال الخنوس لم يعد مجرد موهبة واعدة، بل أصبح أحد أكثر الأسماء المطلوبة هذا الصيف، والمفاجآت قد تكون أقرب مما نتوقع. في خطوة وصفها كثيرون بالتاريخية، حضر فوزي لقجع رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم اتفاقية استراتيجية جديدة لنادي الرجاء البيضاوي مع شركة مرسى ماروك، تسعى إلى إحداث تحول عميق في مسيرة الفريق الأخضر. بحسب هبسبور، يرتقب توقيع الاتفاقية رسميا يوم 3 غشت 2025 في أكاديمية الرجاء بالدار البيضاء، بحضور فوزي لقجع وشخصيات رياضية وإدارية رفيعة، على رأسها مسؤولو نادي الرجاء وممثلون عن شركة مرسى ماروك. الاتفاق يأتي ضمن خطة موسعة لدعم الاستثمار الرياضي والنهضة الهيكلية للنادي. وبحسب تقارير من لوماتان سبورت، فقد لعب لقجع دورا رئيسا في إقناع شركة مرسى ماروك بالدخول كشريك استراتيجي للنادي، بضخ استثمارات تصل إلى 150 مليون درهم على مدى 3 سنوات، مقابل حصول الشركة على 60% من أسهم الشركة الرياضية للرجاء. المجلس التمثيلي للنادي سيحتفظ بنسبة 40% من خلال مساهمته في الأصول الأساسية للفريق. ومن جهة أخرى، ربطت مصادر عبر لتر وسانسكسون سبورت حضوره الشخصي لحفل التوقيع بكون هذه الاتفاقية تتم في توقيت حاسم للنادي، باعتبار أنها تأتي بعد تحول الرجاء رسميا إلى شركة رياضية في إطار انقلاب احترافي يقوده لقجع منذ عدة أشهر لتحديث التسيير الإداري والمالي للنادي. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. شكرا لكم على المتابعة، ونتمنى أن تكونوا قد استفدتم. نلقاكم قريبا بإذن الله في حلقة جديدة. دمتم في رعاية الله.